السلام عليكم. جعفر السلطان، سابق حضرتك، مسي عليكم بالخير. معلومة جميلة جدا يجهلها كثير من أهالي الأحساء، ويمكن حتى من أهالي المملكة وأيضا من أهالي الخليج، أن الأحساء هي أول مدينة في الخليج العربي على مستوى دول الخليج تنضم إلى منظومة المدن المبدعة التابعة لهيئة اليونسكو. حتى نتعرف أكثر على هذا الموضوع، لنا هذا اللقاء السريع والبسيط مع المهندس أحمد المطر، مستشار أمين الأحساء وأيضا المسؤول عن ملف الأحساء في هيئة اليونسكو. نتعرف أكثر على هذا الموضوع من خلال هذا اللقاء السريع مع المهندس أحمد. خلينا نشوف. اسمي أحمد المطر، مستشار أمين الأحساء ومنسق ملف الأحساء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، والآن نعمل على تعزيز مكانة الأحساء في هذه الشبكة وإبراز إمكانياتها الإبداعية. ممكن تعرفنا بالبرنامج مهندس أحمد؟ هذا يعتبر ليس برنامج، وإنما هي عضوية فازت بها الأحساء وحصلت عليها بعد استيفائها للمتطلبات الانضمام للشبكة، ولله الحمد أصبحت الأحساء الأولى على مستوى. ما هو العائد الذي سوف تناله الأحساء من انضمامها لهذا البرنامج؟ وجود الأحساء أو أي مدينة أخرى في هذه الشبكة يتيح لها فرصة تبادل الخبرات مع 116 مدينة في هذه الشبكة، كذلك أهالي العضوية في هذه الشبكة. والشيء الثالث إبراز إمكانيات الأحساء الثقافية والإبداعية على المستوى العالمي. مهندس أحمد، ماذا يقدم هذا البرنامج للحرفيين بصفة عامة وفئة الشباب منهم بصفة خاصة؟ طبعا في الخطين مختلفتين ولكنهم يعملون مع بعض في هذا الفريق. الجهة الأولى هي هيئة السياحة، وتهتم بالحرف بدرجة الأولى لأن عندها برنامج على المستوى الوطني وهو برنامج بارع لتطوير الحرف اليدوية. وعندنا أيضا جمعية الثقافة والفنون، خطة تتضمن مجموعة من المهام ومجموعة من الأعمال والخطوات التي سترفع مستوى الحرف والفنون. بالنسبة لفئة الفتيات، هل لهم وضع خاص في هذا البرنامج؟ آلية معينة يعني، أو يشملهم يدخلون تحت عنوان الشباب بصفة عامة؟ من النقاط الهامة التي تضمنها طلب الانضمام إلى هذه الشبكة هو دور المرأة في صناعة الثقافة والإبداع في الأحساء، فأجبناهم طبعا بما يثبت ذلك أن المرأة تلعب دور كبير ولها أهمية كبيرة في هذا المجال. وأدل على ذلك دور المرأة في برامج الأسر المنتجة، والكثير من الحرف لدينا في الأحساء أبدعت فيها المرأة، والأيدي النسائية الماهرة تدل على ذلك وأكبر شاهد. مهندس أحمد، آلية التواصل معكم كيف؟ طبعا الآن إن شاء الله مع بداية تنفيذ هذه الخطة ستكون جميع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء الموقع على الشبكة أو الإيميل أو الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب، ولله الحمد تم حجز الاسم الآن، ونحن بصدد إن شاء الله التواصل في هذا الشأن، ويمكن للجميع التواصل عبر هذه الوسائل إن شاء الله.